حكامهم يأتون إلى الكراسي لسرقة دم الشعب أو شعوبهم، لسرقة أموالهم، لسرقة ممتلكات الشعب وثروات الشعب. نرى بأن الجزائر ثرواتها لا يمكن. هنا معضنا نكرة من النكرات، صحافي تونسي أو معارض تونسي. هذا الإنسان يقولوا له لطفي غرس. هذا الإنسان ترشح للرئاسيات أو حاب يكون رئيس على التونسيين. تصوروا يا ناس التونسيين يختاروا إنسان كما هذا معارض للحكومة التونسية. لكن المشكلة وين؟ المشكلة مش أنه معارض للحكومة التونسية، المشكلة هذا الإنسان كل ما يطلع لازم يجبد الجزائر ولازم يقلل أدبه على الجزائر ولا يحكي في الشؤون الجزائرية. تصوروا يا ناس هذا الإنسان معارض للحكومة التونسية لكن يتكلم في الشؤون الجزائرية، يتكلم في خارج بلاد، يتكلم في الاقتصاد الجزائري، في السياسة الجزائرية. تصوروا الانبطاح عند بعض الصحفيين للأسف الشديد على عند الجارة الشقيقة تونس. وهذا حاب يولي رئيس عليهم. إذا اختاروه التونسيين أهلا وسهلا. إذا التونسيين يقبلوا أنه يكون عندهم رئيس بالمستوى هذا ربي يسهل عليكم. لكن شكون ما يعرفش هذا لطفي الغرس؟ هذا لطفي الغرس كان مراسل صحفي، هذا يعتبر مراسل صحفي أو صحافي من الدرجة العاشرة. كان يشتغل في قناة يقولوا لها قناة العالم، هذه قناة تابعة لإيران على ما أظن، في 2010 ولا 2011 راح يغطي الأحداث اللي صارت في ليبيا. دخلوه الليبيين إلى السجن، خرج من ليبيا راح لكندا، قعد مدة في كندا، درك رايح أو عايش في المغرب وطلب الجنسية المغربية. وشكون يستضيفوه في المغرب؟ عم بالكم انتم يستضيفوه مثلا القنوات الرسمية المغربية؟ جامي تلافي. يستقبلوه قناة شوف تي في، هذا موقع شوف تي في تاع بطميشة ولا بطيشة، هذيك اللي فيها قنطار ونص، ونهار كامل هو طالع في القنوات تاع الفقر والفقراء، القنوات اللي ولا واحد يشوفها، يحكي غير على الجزائر، بالرغم انه معارض تونسي. عمره ما يحكي على مشاكل تونس ولا يحكي على الحكومة التونسية ولا يقول لك جامي تلافي. المهم الجزائر، يطلع يحكي على الجيش الوطني الشعبي الجزائري، يحكي على الاقتصاد الجزائري، يحكي على خارج بلاد، يحكي على كل شيء، كأنه جبناه ونسيناه. فقط أنا اليوم حبيت نجبد هذا الموضوع لأني عندي بزاف تقريبا مدة شهر ونص ما جبتش على تونس وما نحكيش على تونس ونتجنب هذه الأمور. علاش؟ لأن احنا قبل تقريبا شهر في أصوات بالجزائر أو بعض النواب في الجزائر أو بعض الصحفيين في الجزائر قالوا ما تنجروش وراء بعض الصفحات المشبوهة على التيك توك اللي تدير الفتنة بين الشعبين. وهذه الحقيقة الصراحة، في صفحات مش تابعة للتونسيين، في صفحات يطلعوا ويسبوا الجزائريين او يسبوا الجزائر او يحاولوا دائما انهم يتكلموا بسوء على الجزائر. المقر تاعهم ماهوش تونس، ما همش تونسيين. وفي صفحات جزائريه تتكلم على تونس ما همش جزائريين، وانا اتاكد من هذا الشيء. فقط يحبوا يديروا البلبله بين الشعبين فقط. لهذا انا نتجنب التكلم. لكن لما يكون موضوع من جهه رسميه او يكون صحافي رسمي او قناه رسميه نطلع ونرد. أنا ما نتجرش برا الأكاذيب والمشاكل اللي تصرف بين الصفحات. لكن لما يكون هناك تصريح رسمي أو أمور أو إنسان يطلع بصوت وصورة كما نطلع أنا صوت وصورة ونحكي، نطلع أنا ندير له عرس ومهرجان، أنا نعفس عليه. كاين شخص كل تونسي كل ما يطلع يتكلم بقلة احترام وقلة أدب، أنا نطلع ونرد عليه. مخلي مشاكل تاع بلاده الفقر والبراكاجات والميزيريه يحكي على الجزائر. انا ما يهمنيش يحكي على امور تاع هكا تاع بين الناس انا ما تهمنيش هذه. لكن لما توصل به المرحله انه يحكي على الجيش الشعبي الوطني، انا لما توصل انه يتكلم على الرئاسه الجزائريه ويتكلم على المؤسسه العسكريه الجزائريه، انا نطلع انا نبهدله، انا سكت عليه. سينو يكمل رمضان ندير لك محتوى، روح لم الفقر والميزيريه والبراكاجات والطلبه والطحين اللي عندكم. ترشح انت وهذا اللي يترشح، هذا لطفي الغرس، هذا اللي مترشح للرئاسيات التونسيه وحاب يكون رئيس على تونس. حثالة، انا تاكدت من حاجه واحده، اكبر حسادين واكبر كذابين واكبر يحبون الشر هذو من الجارتين. المشاكل عند العرب وفي الخليج والحرب قائمه هي، يحبوا يحطوا الجزائر خشمها بالسيف. هاي الجزائر دارت، هاي الجزائر ما دارتش. بلادو عايشه في الهم والميزيريه، زوز افارقه تلولهم وجوههم، جاي يحكي عن المؤسسه العسكريه الجزائريه ولا كيفاه؟ انا نصوم عليك، انا اقسم بالله غير نصوم، والله انا نصوم عليك يا مرخص.